تكلمني في بلدي، يقول درسناكم، يقولون درسناكم. مصر ملتقى الحضارات، مصر اللي علمتنا المدارس وطببتنا في المستشفيات والهندسة لها فضل كبير علينا وعلى العالم العربي كله. أحب مصر ولها فضل كبير علي. انطلاقتي العربية كانت من مصر. هل درستني فضل منك ومنه وتضحية؟ كان يعني عمل خيري منك ولا كنت تتقاضى عنه أجر وراتب؟ مصر فضلها على كل العرب من الخليج إلى المحيط. لولا مصر دول الخليج ما تحررت، وكل الدعم المصري في ذلك الوقت لم يكن بمقابل. حتى بعض الناس تعتقد بقياس اليوم أنهم رايحين يشتغلوا بمقابل مادي، كان على حساب مصر المدرسين والأطباء لأن كل هذه الدول كانت فقيرة يعني. وأول دعم قدم لهذه الدول كان من مصر، من الأحذية إلى التموين إلى المساعدات المادية، وأيضا ليبيا، وأيضا حرب الجزائر. يعني حرب الجزائر قادها عبد الناصر. يلي درستنا كم نسبة الأمية في بلدك؟ يلي تقول هالكلام. طب كان علمت بلدك فعلمته ببلدك. تعكف وزارة التعليم السعودية على وضع خطة تستهدف الأميين الموجودين في كل حي يوجد فيه 10 أميين. السعودية كان مدرسين من عندنا، الأطباء من عندنا، بالسعودية والكويت والإمارات والبحرين، كل الدول دي احنا كنا بنساهم. كانت ايامها الظروف أحسن من دلوقتي، كنا بنساعد. بتقول لي تاريخ. رحنا لبنان قبلونا لانه خلاص نحمل باسبورت مصري، وكلهم يرتعشوا من عبد الناطر هناك. اللي يحمل باسبورت مصري يحطوه على راسهم. الحين اكتشفنا عندنا آثار وأشياء 10,000 سنة و8,000 سنة و7,000 سنة ونقوش. أعلنت السعودية عن اكتشاف نقش هيروغليفي على صخرة في منطقة تيمة بشمال غرب المملكة. النقش حمل اسم الملك رمسيس الثالث. القرآن نزل بأي لغة؟ لغة أهل مكة. حلو. أن القرآن نزل في مكة وقرئ في مصر. السبب في ذلك أن كبار القراء ومعلمي القرآن خرج كثير منهم من مصر. كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أنشأها مجموعة من القراء المصريون. أقسم بالله بالأمس بكيت، بقول يا أخي إيش البلد هذا، والله العظيم هذه بلد العباقرة، بلد العلماء، بلد المفكرين، بلد المقرئين، بلد الفن. إيش عجيب قدرات هذا الشعب. أنا من يمس مصر بسوء أرجو من الله أنه ما يوفقه. كرامة مصر من كرامتنا. مصر أم الدنيا والشقيقة الكبرى. مصر دي كلها حاجة حلوة، وستظل مصر دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل.